هل تعتقد أن نجوم كرة القدم ينفقون أموالهم فقط على السيارات الفاخرة والقصور؟ فكر مرة أخرى، لأن بعضهم يمتلك أشياء لا تخطر على البال، أشياء أغرب من الخيال. في هذا الفيديو سنأخذك في جولة داخل عالمهم الخاص، حيث تجد غرفة مليئة بالدمى وأخرى تحت الأرض لحماية العالم من نهاية وشيكة، بل وهناك من يمتلك شبحاً. لنبدأ مع النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، المعروف بشخصيته الغريبة. هذا الرجل لا يكتفي بالسيارات الفاخرة، بل اشترى غابة كاملة في السويد. نعم، غابة خاصة به، بها كوخ صيد وحق الصيد الحصري، وكأنها مملكته الخاصة حيث يستطيع الاختفاء متى شاء. أما النجم الإسباني جيرارد بيكيه فهو لا يملك فقط ذكاء في الدفاع، بل أيضا في الاستثمارات الغريبة. أحد أغرب مقتنياته ماكينة لصنع البرجر النباتي بتقنية ثلاثية الأبعاد، اشتراها لدعم شركته التي تحاول تغيير طريقة أكل الناس للحوم دون ذبح الحيوانات. لكن انتظر، الغرابة لم تبدأ بعد. نصل الآن إلى أسطورة الأرجنتين، ليونيل ميسي. ميسي يمتلك شيئا غير متوقع تماما، جواز سفر إسرائيلي قديم تم بيعه له في مزاد، لأن صورة الطفل فيه تشبهه تماما. دفع مبلغا ضخما من المال ليحتفظ به كتذكار غريب، بل ووضعه في إطار داخل منزله. ومن الجنون إلى الرعب، اللاعب الغاني كيفن برينس بواتينغ اعترف في مقابلة أنه يحتفظ في منزله بدمية مسكونة اشتراها من سوق شعبي أثناء رحلة إلى أفريقيا، ويزعم أنها تتحرك وحدها ليلا، لكنه رفض التخلص منها وقال: تجلب لي الحظ. أما النجم الفرنسي بول بوغبا فقصته مختلفة تماما. اشترى مؤخرا خاتما سحريا يقال إنه من العصور الوسطى، وتمت البركة عليه في دير فرنسي قديم. يقال إنه لا يلعب أي مباراة بدون ارتدائه تحت رباط الحذاء. ثم هناك البرازيلي نيمار الذي أنفق أكثر من 3 ملايين دولار على تصميم غرفة ألعاب ضخمة فيها نسخة طبق الأصل من ملعب كامب نو بالحجم الكامل، يستخدمها للعب كرة القدم مع أصدقائه عبر الواقع الافتراضي. ولن ننسى أغربهم على الإطلاق، ماريو بالوتيلي. هذا الرجل اشترى دبابة عسكرية حقيقية يحتفظ بها في حديقته. نعم، دبابة حربية فعلية. قال إنها تعكس شخصيته القوية والتي لا تقهر. إنها لمحة بسيطة عن جنون الشهرة والمال، في عالم قد تظنه بسيطا لكنه في الحقيقة مليء بالغرائب. إن أعجبك هذا النوع من المحتوى، لا تنسى الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة لتصلك كل الحلقات القادمة. وفي التعليقات أخبرنا، ما أغرب شيء يمكنك أنت أن تشتريه لو كنت نجما بملايين الدولارات؟ نراك في الفيديو القادم.